تخرج ابراهيم دياز من الماتش ما تستغربش كيف تخسر. شنية هذا الشونجمون اللي درتو؟ عليه تخرج فيه دياز؟ عليه تخرج في اخطر جوير عندك صنعلك في الفرص، اكثر جوير يلعب لك في الماتش، اكثر جوير يسترجع لك في الكوره، عليه تخرج فيه؟ مهبط لي كامافينجا. شعمل لك كامافينجا؟ لا بقى كداب يا كابتن لو قلت لك ان انا مش متضايق. فطلعت ابراهيم دياز ليه؟ ما كان لاعب حركي وعامل دنيا كويسه، عمل كل اللي عليه وزياده. وساح تشكرات يا فندم على المجهود الخرافي اللي انت عملته النهارده، وتثبت ان انت لازم تبقى اساسي في التشكيله الاساسيه مع اي مدرب. مين اغبى شونجمون في التاريخ، اغبى شونجمون في تاريخ كره القدم. ابراهيم دياز كان يدوني، كان قابضها وحده عاد مد اسيست، راح تخرجوا دخل لي كامافينجا. علاه يا خويا 16 كانت في الطريق. علاه الامور كانت ماشيه، الامور هانيه، الامور 10/10. ابراهيم يعمل في تفوق هجومي ويعاون في وسط الميدان، قال له مخه داخل كامافينجا، داخل كامافينجا، روح هو وكامافينجا. السلام عليكم اخوتي. يعني افشل تغيير داروا مدرب ريال مدريد، راح خرج ابراهيم دياز، بالرغم ان ابراهيم دياز كان بدنيا مليح، كان لياقه بدنيه مليحه، كان اداؤه مليح، راح دخل كامافينجا. هذا كامافينجا عوايدو يخسر ريال مدريد. سبب 90% من سبب خساره الريال هي كامافينجا، سبب التغيير يعني هي سبب خساره الريال. كيف تخرج ابراهيم دياز من الماتش ما تستغربش كيف تخسر. شنية هذا الشونجمون اللي درتو؟ عليه تخرج فيه دياز؟ عليه تخرج في اخطر جوير عندك صنعلك في الفرص، اكثر جوير يلعب لك في الماتش، اكثر جوير يسترجع لك في الكوره، عليه تخرج فيه؟ مهبط لي كامافينجا. شعمل لك كامافينجا؟ هذاك التدخل المتهور اللي عملوه، ضرب لك حمرة، ريت كيفاه؟ انت اللي خسرتهم اليوم، انت كمدرب خسرتهم، عليه تخرج فيه دياز؟ عليه بطاقة الصفراء الأولى، لأن حالة طبيعية كان بإمكانك أن تكتفي بالإنذار الشفهي، كان بإمكانك أن تتحدث مع اللاعب وبعد ذلك تعود. لكن وجهة نظري كان مبالغ فيه، وكانت نقطة تحول. ترك فراغ كبير في عمق الملعب، أتى من هدف لويس دياز، بعد ذلك الأمور انتهت بالنسبة لريال مدريد. شاهد إقصاء كامافينجا الذي دخل كبديل، مما جعل ريال مدريد يعاني في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء. رأيك فيما حدث في هذا اللقاء من سيناريو قد يكون غريب في عملية ريال مدريد، السيطرة، الوصول للأمتار الأخيرة من هذا اللقاء، حتى تغيرت معطيات الأمور مع تغييرات عديدة كانت حاضرة من فينسنت كومباني كابتن سامي، وأيضا من آربي لوه. هو بالنسبة لي معناتها اوكي، بايرن مانشن فاز، لكن ما كانش الشوط الثاني واضح لكونه هو افضل، هو الحلقه الافضل او ضغط او عمل الفارق. معناتها ممكن كان ثم في بعض الاوقات ضغط وتحكم في الكره في الثلث الاخير نتاع ريال مدريد، لكن بدون جدوى وبدون فرص. ممكن الفرص اللي كانت اوضح، ثم كره جارت المبابي اللي شالها معناتها نوير في توقيت ممتاز. انا بالنسبه لي معناتها صحيح اللي يكون التغيير اللي قام به كومباني بجيبان ليمار على الجهه اليمنى وخروج دياز، ريال مدريد معناتها كانه طاير قصوا له جناحه. يعني الطرفين الاثنين اللي كانوا يعملوا في الفارق وكانوا يعطيوا في السرعات وكانوا يمولوا معناتها للعمق، والمبابي خصوصا ما عادش موجودين. فينيسيوس لم نشاهده معناتها ممكن ال 20 دقيقة الأخيرة معناتها ما عادش موجود من تحويل معناتها ليمار للجهة اليمنى، معناتها فينيسيوس ولا ما عادش موجود. بوجود كذلك فالفيردي على الجهة اليمنى اللي كان بعيد كل البعد على المستوى نتاعو، على المستوى البدني. ماهوش ديفيس، ماهوش اللاعب الخطير ولا اللاعب اللي باش تخلي له معناتها فالفيردي. انا كنت نحبذ اللي كانوا الثنائي اللي كان موجود فالفيردي وبيلينغهام كان ممتاز في وسط الميدان وعمل توازن، ما ارتكبش العديد من الاخطاء. ممكن التغيير لما تغير دياز ممكن كان ينجم يدخل لاعب رواق هجومي عنده صبغه هجوميه. ريال مدريد ما عادش عنده حتى تأثير على المستوى الهجومي كبير. يعني هو لا يحتاج لكامافينجا كابتن في هذا التبديل مع دياز. لا، يعني هل الفريق يحتاج لكامافينجا؟ انا كنت نخير لكونه يدخل لاعب رواق او يزيد شويه وقت لدياز، على خاطر دياز في التحول الهجومي كان يعطي
حلول، يمسك الكرة، يعرف يمرر، يعرف يحاول، يعرف يعطي الكرة في الظهر. معناتها لاعب عنده الحس الهجومي. كي تجيب فالفيردي اوكي، فالفيردي هو اللاعب المميز معناتها في الفترة الأخيرة واللاعب اللي كان يعمل الفرق، لكن المباراة هذه معناتها كان بعيد كل البعد. بعدين معناتها زاد كذلك أنا بالنسبة لي الغياب الأكبر والغياب المؤثر هو كورتوا نعرفه في وضعيات كيما هكا. الجول نتاع دياز، ولو اني معناتها الكرة اصطدمت برجل ميليتاو اظن وخذت اكثر سرعه، لكن كان ينجم يكون موجود، كان ينجم ينحي بعض الاهداف. ريال مدريد صحيح اللي كونه الفتره هذه معناتها ماهوش ريال مدريد القوي اللي، لكن في المباراه هذه الاحساس اللي اعطاه للجماهير والمحبين نتاعو اللي كونه بامكانه العبور. معناتها ما زالت 4 دقائق حسب رايي كانت المباراه اقرب للاوقات الاضافيه من فوز بايرن ميونخ. لولا الغلطه اوكي معناتها الحكم لكن كابتن بايرن ميونخ يعتبر ابرز المرشحين ولعب مباراه كبيره ونسبه الاستحواذ اكبر، لم يكن هدد مرمى ريال مدريد في اكثر من مناسبه اكثر من ريال مدريد امام بايرن. برشلونه كان افضل بكثير، بايرن ميونخ كان افضل بكثير في مباراه الذهاب. مباراة الإياب أوكي، واحد كما أوليزي ولا دياز سجلوا أهداف مهمين، لكن نعم. شنو التوقيت اللي سجلوا فيه؟ خصوصا أوليزي اليوم كان شبه غايب، أريكين كان شبه غايب، جنابري لم يكن موجود، وسط الميدان ليمار، قلبي الدفاع في بعض الأحيان خصوصا أوباميكانو كانوا موجودين وكانوا ناجعين. ريال مدريد تمكن من التقدم معناتها في المباراة في فترتين معناتها، وكان بإمكانه هو 3-2 كان بإمكانه الكرة اللي جات مبابي كان بإمكانه معناتها باش يسجل الرابع. لكن مع كل الإشكاليات اللي موجودة معناتها في ريال مدريد حسب رأيي للدقيقة 87 معناتها من المفروض خلاص انتهت المباراة وماشية الأوقات الإضافية، والأوقات الإضافية يكون حديث ثاني. الخطأ الكبير أنا بالنسبة لي كامافينجا معناتها ارتكبت خطأ ولا ما ارتكبتوش، زفر الحكم خلي الكرة غادي، انت عندك كارت، تسرع ولا ما تسرعش، عندي شنو معناتها الواش ماشي بالكرة باش تربح 2 أو 3 ثواني تسبب في خروج فريقك بطريقة كيما هكا. نعم طبعا بايرن في نهاية المطاف انتصر بنتيجة 6-4 في مجمل اللقاءين. لربما قد يأخذ الحيز الأكبر لريال مدريد بصفة ريال مدريد هو النادي الأمثل في عملية لعب لقاءات دوري أبطال أوروبا كابتن ياسر، لكن من جهة أخرى عندما نشاهد بايرن ميونخ يمتلك الكرة بلاعبيه بالمواهب الموجودة مع أوليسي مع كين مع لويس دياز مع العديد من الأسماء حتى مانويل نوير في حراسة المرمى، نشعر بأن هذا الفريق أيضا لديه صبغة البطل إن صح التعبير، الذي يستطيع الذهاب بعيدا والذي يستطيع أيضا السيطرة ومجاراة أي ناد كان على مستوى هذه المسابقة. بالضبط، وهذا يقودنا إلى إيش؟ يعني يقودنا لأنه حتى لو حصل وتأهل وعبر هذه المباراة ريال مدريد فهو يملك مشاكل كثيرة، يعني قد يعبر مباراة بايرن ميونخ ولكن سيواجه فريق أقوى باريس سان جيرمان في المرحلة القادمة، وليس بكل مرة يعني تسلم الجرة. فالأخطاء اللي موجودة والمشاكل اللي موجودة في مدريد من بداية الموسم هي اللي راح تلقي بظلالها على الفريق في مثل هذه المراحل اللي هي مراحل الحسم، يفقد فيها تقريبا الدوري والآن يخرج من الأبطال. ووجهة نظري أنه من الآن يجب أن يبدأ بيريز يبدأ مدريد على بداية إيجاد حلول للمشاكل اللي موجودة في الفريق، سواء كان من انتدابات لاعبين، ذهاب لاعبين من وجودهم في الفريق وهم كمالة عدد نقدر نقول، وكذلك وجود حل إيجاد حل لمدرب يستطيع قيادة غرفة الملابس والسيطرة على الكم الهائل من هذه الأسماء والنجوم، لأنه بلا يعني أدنى مجال للشك في أنه تأثير هذا الأمر ينعكس إلى داخل الملعب. أنا أعتقد أنه يعني لديه الكثير من العمل بيريز وإدارة مدريد في محاولة ترميم المشاكل الموجودة في ريال مدريد لكي تقرن السمعة والهيبة والتاريخ بالنسبة لريال مدريد مع أسماء ونجوم يستطيعون أن يذهبون بريال مدريد إلى أبعد النقاط لتحقيق الألقاب.
بصراحة حقيقة الأمر، خليني أكون معاكم صريح يعني. أنا أحاول إن أنا أعطي الفائز حقه يعني بصراحة شباب. لا معك حق يعني، هو بايرن أنا آسف لا أنا أتكلم لك على البايرن قلنا لك إنه هو الأفضل، والكابتن سامي يتكلم بشكل أكثر. لكن المقياس للفريق هذايا وقوت ولا وصول إلى مستوى رفيع معناتها بالنسبة لبايرن ميونخ هو الشامبيونز ليج. تعرفوا جوارديولا جاء بعد هوبكينز تمكن من الفوز 2013 الشامبيونز ليج، معناتها مدرب خرج للتقاعد رجعوه البايرن ميونخ وتمكن من فوز الشامبيونز ليج. بعد جاء جوارديولا اظن 4 أو 5 سنوات عمل كل شيء على مستوى الدوري، لكن على مستوى الشامبيونز ليج لم يتمكن. او تمكن لما جاء فليك اظن هو اللي فاز بالشامبيونز ليج من بعد في 2020 معاه. اليوم اكيد معناتها بايرن ميونخ يمتلك مجموعه مميزه. استخدام دياز بالنسبه لي اوليزي معناتها قرار ممتاز، وقرار اعطاء اكثر حلول، اكثر نجاعه، اكثر معناتها قوه وصلابه على المستوى الهجومي. والكل يتذكر معناتها المشابه للثنائي روبن و ريبيري معناتها بوجود زاد كذلك راس حربه في الوقت هذاك، معناتها راس حربه ليفاندوفسكي مولر كان موجود معناتها. بصراحة حديثك ذو شجون بصراحة، حديث ممتع في كرة بس انت حركت علينا مباراة ارسنال وسبورتنج وتكلمت مرة ثانية عن باير، لكن بالنسبة لي انا مستمتع دائما يعني ربي يبارك لك. تحليلك